تيجي تشغل المكيف في الصيف وتلاقي القطع او السكينه طاحت، او تلمس الفيش وتلاقيه حار لدرجه ان هو بيذوب. قبل ما تشتري اغلى النجفات والانوار تعالى اقول لك الغلطه اللي بتحصل تحت اللياسه وانا في الطريق. في الكهرباء اكبر جريمه هي التوفير في سمك اسلاك النحاس. المقاول او الكهربائي ممكن يستسهل ويستخدم سلك 2.5 مللي لكل شيء عشان يوفر، وده هو الدمار الشامل لاجهزه. الاصول الهندسيه اللي لازم تعتمدها: اولا مقاس السلك، الاناره ممكن يكفيها 2.5 مللي، لكن المجيفات والسخانات والمطابخ ما تقبلش باقل من 4 او 6 مللي حسب الحمل. السلك الرفيع مع حمل عالي يعني حراره يعني حريق، بعد الشر عنه وعنكم. ثانيا توزيع الاحمال، ما تخليش غرفتين او مكيفين على قطع واحد سيركت بريكر. كل حمل تقيل لازم يكون له خط مستقل من الطالبون او اللوحه مباشره. ثالثا التقريض، ده الامان المنسي. لو ما عندكش سلك تقريض، اي مشكله في الكهرباء او الغساله هتضر الجهاز نفسه. نصيحة اون رود في الكهرباء: رخص الأسلاك غالي على الأجهزة. اشتري الأسلاك من شركات معتمدة وتأكد من سماكة النحاس بنفسك، وما تعتمدش على كلام الصناعي. لو حصلت معاكم إن الفيش زاب أو الحرارة طفحت في الطابلون، اكتبوا لي تجاربكم في التعليقات عشان الكل ينتبه. أنا مهندسكم اون رود، ضربكم خضر وأعماركم صخر.